السلام عليكم، معكم شكيب ومرحبا بكم في البلان ديال اليوم اللي غنشوفوا فيه الوثائق اللي غنحتاجوا باش ندوزوا البيرمي، وكذلك غنتعرفوا على الثمن وجميع المعلومات اللي خاصك تعرفها مسبقا قبل ما تحط رجليك في اي مؤسسه لتعليم السياقه. فلايك وكومونتير باش الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس ونبداو. بالنسبه للشروط اللي خاصها توفر فيك باش تدوز البيرمي، الاولى هي ان السن ديالك يكون 18 سنه فما فوق. ثاني حاجه تكون عندك البطاقه الوطنيه، وثالث حاجه تقصد اقرب مؤسسه لتعليم السياقه وتهدي معاك 3 ديال النسخ من لاكارت ناسيونال، 4 ديال التصاور. وهنا واحد الملاحظه مهمه، اذا التصاور اللي عطيتيهم كنتي داير فيهم النظاظر ديال الشوف، هادشي كيعني ان نهار الامتحان خصك تمشي لابس النظاظر ديالك، حيت راه ما غيخليوكش تدوز الامتحان وانت بلا نظاظر. واذا انت في الاصل ما كديرش النظاظر فراه ما عندكش هذا المشكل كاع. غتضيف على هادشي ملف ديال رخصه السياقه، هذا صراحه ما تعمرش به بزاف راسك، حيت في الغالب المدرسه اللي غتسجل فيها كتكلف به وكيكون داخل في المصاريف اللي كتخلص، هذا حيدو من دماغك. وبما اننا ذكرنا المصاريف، هنا غنذكروا الثمن ديال البيرميت الطوموبيل اللي الغالبيه ديال الناس هو اللي كيدوزوا الاول، وهو الموضوع ديال هذا الفيديو. فالثمن ديالو كيختلف من مؤسسه لمؤسسه، واللي كيتراوح ما بين 2500 درهم حتى 3000 درهم كحد اقصى. فهادو هما المعلومات اللي خاصك تكون عارف، والوثائق اللي خاصها تكون معاك وانت غادي لمؤسسه تعليم السياقه. فنمشيو دابا لمرحله اخرى اللي غنتعرفوا فيها على شنو اللي لينا وشنو اللي علينا من حقوق وواجبات داخل المؤسسه، وغنتعرفوا حتى على المنهج اللي كيعتمدوه المدارس ديال تعليم السياقه في المغرب. فانت فاش كتسجل في مؤسسه ما، اول حاجه كتدير هي كيعطيك واحد الالتزام، كتمشي تسنيه في المقاطعه وكتليغاليزي، والبنود ديالو واضحه وبينه، اللي المضمون اللي فيها فقط هو انك تحترم الحصص ديالك، سواء النظريه اللي كتسمى بالكود او التطبيقيه واللي هي السوغان. فالسوغان في القانون كتكون عندك واحد 20 حصه، في هذه المده كتعلم السير واللي كيكون عندك نهار الامتحان بالمرافقه ديال واحد المؤطر، وكذلك 20 حصه حتى في الكود، كل حصه فيها ساعه كتقرا وكتجتاز خلالها امتحانات نفسها كتلقى في الكود، وبالمرافقه ايضا ديال المؤطر اللي كيصحح لك الاخطاء اللي كدير في الاسئله. فداك الشيء بسيط، ومع الوقت غتوضح لك الصوره فاش غتسجل ان شاء الله في المؤسسه. يعني دابا في المجموع ما بين القرايه والسوغان كاينه 40 ساعه. منين كتدوزها وكتكون مستعد كتقول لهم يدفعوا لك الدوسي ديالك، فمن بعد كيحدوا لك اليوم فاش كتمشي تدوز الكود في السيرفيس ديميل، اللي باش تنجح فيه خصك تجيب 32 على 40 كاقل نقطه، يعني من 40 سؤال تجاوب على 32. اما بالنسبه للسوغان فيكفي تدوز السيركوي ديالك بخير، ما تسكت لك طوموبيل، ما تضيع شي حاجه، فكتكون نجحتي وكتاخذ واحد الرخصه مؤقته تقدر تسوق بها عادي بيد ما يخرج لك البيرمي ديالك، اللي المده باش كيخرج تقريبا هي شهر. كتدي معاك البيرمي الابيض المؤقت كيف قلنا ولا كارت، كتمشي للسيرفيس ديميل وكتاخذ البيرمي ديالك. فكان معكم شكيب، نتلاقاو في بلان جديد ان شاء الله.